السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حنلخص الجزء الأول من مسلسل المدينة البعيدة. في البداية حصلت خناقة كبيرة بين كايا ونديم، وكايا اتهم نديم إن هو اللي قتل أخوه، وفجأة نديم لف دركسيون وخرج عن الطريق، واتقلبت العربية أكتر من مرة قدام جيهان وزيرين وزوجها. بعد شوية جات صداقات خانم واتصدمت من الحادثة لما عرفت إن في العربية ابنها. راحت على طول علشان تشوفه، ولما لقيته حي اكتشفت إنه نجا وأنقذ معاه نديم، فعاتبته وقالته ليه ما قتلتهوش. بعدها كايا ونديم اتنقلوا للمستشفى اللي شغالة فيها جيهان، وكان حالة كايا الصحية مستقرة. بعد شوية صداقات خانم راحت تطمن على حفيدها بعد ما وقع من على الدرج، فمنعتها علياء، لكن جيهان وأخته وصلوا فسمحتهم يدخلوا علشان يطمنوا على الطفل. وبعدها دخلوا علشان يطمنوا على كايا، لكن علياء ونايا اتفاجئوا بحالته وسألوا إيه اللي حصل، بينما كانت حالة نديم غير مستقرة. بعدها خرج كايا مع عيلته، بالصدفة قابلوا ديمير، فحصلت خناقة صغيرة بينهم. بعدها كايا اتصل بزيرين علشان يطمن عليها، لكن فجأة زوجها اكتشف إنها بتتصل بيه، فخد منها الموبايل وهددها بقتل كايا وقتل نفسه.